وتهنئته لجميعكم. وقد أوفد إلينا نيابة عن سيادته السيد الدكتور المهندس طارق وفيق وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، كما أرسل إلينا سيادة الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء برقية تهنئة، وأناب عن سيادته في حضور الصلاة سيادة الدكتور مصطفى مسعد وزير التعليم العالي. كما نشكر السيد الدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشورى الذي أرسل برقية تهنئة أيضا، وأناب عن سيادته الأستاذ ممدوح رمزي والأستاذ كمال سليمان عضو مجلس الشورى لحضور القداس. نتقدم بخالص الشكر لفضيلة الإمام الأكبر فضيلة الدكتور أحمد الطيب شيخ الجامع الأزهر الذي يعني يجب أن أعلق، خلي الصوت معنا ميدو رسول، يجب أن نعلق على هذه اللحظة. يعني قرأ المفروض أن أعتقد البابا توادرس طلبوا خلاص من الناس ما يسقفوش، كان دايما بيسقفوا بعد كل اسم، لكن احنا فتحنا الصوت كان البابا توادرس بيقرأ أسامي المهنئين، وده اعتياد يا جماعة، كل احنا حافظين القداس، فبالتالي دايما سيد الرئيس يرسل كذا، فكان دايما الناس بتسقف. منعوا التصفيق ولم يصفق أحد، والتزم الجميع، لم يصفق أحد، لا بمندوب دكتور مرسي ولا بمندوب هشام قنديل ولا بمندوب أحمد فهمي رئيس مجلس الشورى. عندما قال البابا توادرس على فضيلة الإمام الأكبر مولانا شيخ الأزهر إذا بالقاء تصفق، ده شعور تلقائي جدا. طبعا مندوب او برقية تهنئة او مندوب فضيلة الامام، ده شعور تلقائي جدا من مسيحي مصر، من اقباط مصر، الناس اللي موجودين في القاعة، مش بتكلم عن الرسميين، الناس اللي موجودين في القاعة اللي سقفوا لوحدهم كلهم بلا تحضير بلا اعداد، محبة كبيرة ليس للرسميين ولكن لفضيلة الامام